بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها سيلة عايشة في قرية مع قبيلتها اللي بتكون كلها نساء بس، ومعاهم رجل واحد واسمه الراعي. والراجل ده بيكون متجوز من كل نساء القبيلة، وأي بنت بتبلغ سن الزواج بيتجوزها الراعي ده. وكلهم بيسمعوا كلامه، ومحدش بيعترض له على أي حاجة بيقولها، وبيعتبروه هو اللي بيراعهم واللي بيحميهم، وأفعاله عندهم مقدسة. ودايما الراعي يقول لهم إن هو معيشهم العيشة اللي هتخليهم يدخلوا الجنة، وإن العالم الخارجي خطر عليهم، وكمان العالم الخارجي بعيد عن رضا الله ورضاه. وفي يوم من الأيام سيلة بتمشي مع الراعي وبتسأله عن سبب موت أمها، لأن أمها ماتت وهي كانت طفلة صغيرة. فالراعي بيقول لها أمك كانت حلوة زيك، وعلشان بتحبني وبتسمع كلامي ماتت، لان انا حبيتها واخترت ليها الجنة. بعدين بترجع سيلة لشغلها، وبتكون في بنت بعمر سيلة بس اتجوزت الراعي، وبتبدأ تحكي عن الراعي قدام سيلة وقد ايه هو بيحبها، وبيقول عنها ان هي زوجة مثالية وحلوة. ساعتها سيلة بتغير وبترد عليها بكلام قاسي، وكان في واحدة تانية واقفة معاهم وبدأت تحذر سيلة وتقول لها ما يحقلكيش ان انتي تتكلمي مع زوجة الراعي بالطريقة دي. وهنا سيلة اتضايقت اكتر وبدأوا هما الاتنين يتخانقوا. فبتيجي مامة البنت اللي بتتخانق مع سيلة وتروح بنتها وراها وتشتكي لامها، وتقول ام البنت لسيلة ان انتي اللي هتخلصي الشغل ده وهتعمليه لوحدك. وبتكون سيلة متضايقة عشان ما عندهاش ام تدافع عنها زي بقية البنات، وهي بتعمل كل الشغل لوحدها علشان بس يكون الراعي راضي عنها. وبعد ما بتخلص الشغل بتكون ماشية بالغابة وبتوصل لكوخ بيكون فيه 2 نسوان، واحدة تاخد الأكل من ايد سيلة والتانية ما تاكلش. فبتقول لها سيلة هي ليه التانية ما بتاكلش؟ فبترد عليها وتقول لها جاية تكفر عن ذنوبها زي ما قال لها الراعي بالظبط. فردت عليها سيلة وقالت لها لازم كلام الراعي يتنفذ عشان تنالوا رضاه وتدخلوا الجنة. وساعتها البنت بترد عليها وبتقول لها انتي بتشبهي امك حتى في تفكيرها، وانتي كمان مش بتفهمي اي حاجة، بس مسيرك هيجيلك الدور وتفهمي كل حاجة. وبالليل بتبص سيلة من الشباك على الراعي وبتشوفه مع واحدة من زوجاته. وفي تاني يوم بتكون سيلة واقفة لوحدها وبتلاحظ ان هي بتنزف دم، فبتخاف. بعدين بتفهم ان هي وصلت لمرحلة البلوغ وقررت انها ما تقولش لأي حد. وبالليل بتشوف الراعي واقف مع شخص تاني، وبتبقى دي أول مرة سيلة تشوف فيها راجل غير الراعي. وتاني يوم الصبح الراعي بيجمع كل قبيلته وبيبلغهم انهم لازم يغيروا مكانهم، لان الناس اللي بالعالم الخارجي عرفوا مكانهم وهيجوا يؤذوهم وهو مش هيقدر يحميهم. فساعتها سيلة بتتضايق لانها عرفت انها هتسيب المكان اللي كبرت فيه وتربت فيه. وبيشوفها الراعي قاعدة لوحدها فيروح لها ويقول لها انتي اقوى واحدة ايمانا بيه من باقي البنات، وانا هعتمد عليكي لاني عارف ان انتي قوية. بعدين بيبدأوا ينتقلوا من مكانهم، وبعد ما بيجي الليل بيقفوا يرتاحوا وياكلوا شوية ما عدا البنت اللي كانت في الكوخ وبتكون بعيدة عنهم، وبيكون الراعي عمال يبص عليها وبيضحك. وتاني يوم بيكملوا طريقهم، وبطريقهم بيشوفوا بيت قديم وبتفوت عليه سيلة، والبنات بيكونوا واقفين وبيلاقوا حاجات غريبة زي تلفزيون قديم ولوحة بالحائط وحاجات أول مرة يشوفوها. فبيجي عليهم الراعي ويقول لهم ممنوع تقتربوا من البيت ده لأن ده من صنع العالم الخارجي، وبكده هيقل إيمانكم. فبيطلعوا من البيت وبيعملوا خيام ويناموا برا. وبالليل بتروح سيلة لنفس البيت وبتبدأ تبص على اللوحة الموجودة على الحيطة وعلى الحاجات الغريبة اللي موجودة في المنزل. والصبح بتقعد سيلة وبتلاحظ قابلتها ان هي وصلت لعمر الزواج. وبعد كده بتروح سيلة للبنت اللي كانت قاعدة في الكوخ وتقول لها هو انت عملتي ايه مع الراعي لانه بيعاملك بطريقة مش كويسة؟ فبتقول لها لاني كبرت بالعمر وبدأ يقول لي انت خلاص بقيتي عجوزة، وبدأ يقص لها شعرها وبيعاملها بطريقة وحشة علشان كده كده هيتجوز واحدة من البنات غيرها. فسيلة بتدافع عن الراعي وبتقول لها انا مش مصدقاكي، لكن البنت بترد عليها وتقول لها امك كانت بتقول نفس الكلام ده بالظبط، وفي الاخر راح اتجوز عليها. وبتطلب سيلة منها انها تحكي لها عن امها لان محدش بيقبل ان يحكي لها عن امها وهي حابة تعرف قصة مامتها. فبتقول لها امك كانت حلوة جدا، وانا وامك كنا في القبيلة اتزوجنا بنفس الوقت، والراعي كان معيشنا عيشة مثل الاحلام بالظبط. وبتقول لها انا كنت بغير من مامتك. فسيلة ردت عليها وقالت لها اكيد انت فرحتي في موت امي. فردت عليها وقالت لها اكيد لا،
امك بعد ما جابتك للدنيا اتمرضت، والراعي مقبلش ان هو يوديها للمستشفى علشان تخف من مرض، وقال لها ان ده اختبار لايمانها وسابها تموت. بعدين بتعرف سيلا ان الراعي عرف ان هي وصلت لسن الزواج وانه هيتجوزها قريب. وتاني يوم وهما بيكملوا في طريقهم كانت في واحدة من زوجات الراعي تعبت جدا لأنها حامل، وبترفض إن هي تولد وبتقول لهم إن ده مش موعد ولادتها. لكن فجأة بيجيلها الطلق وبتخلف ولد وبتموت، والراعي بيحرق جثتها. والزوجات والبنات بيتضايقوا من تصرفه لأنه حرق جثة البنت اللي كانت معاهم وكانت عايشة معاهم، وإنه إزاي قلبه قاسي كده. وفي اللحظة دي سيلا بدأت تصدق كلام المرأة اللي حكت لها عن الراعي وعن قسوة قلبه، واتأكدت إن هو السبب في موت أمها. وبعد ما بيكملوا طريقهم بتلاقي سيلا ان الورا اللي اتكلمت معاها وحكت لها عن الراعي مش هتروح معاهم، فبتسألها انت ليه مش هتيجي معانا؟ قالت لها انا لازم اهتم بالطفل ده لانه ولد، والراعي ما بيحبش تربية الولاد ولا بيحب يكون في رجالة تانية في القبيلة. وبعد فترة بيتعبوا من المشي فبيقفوا على الطريق يستريحوا شوية، وبتيجي اخت سيلا وتقول ان هي شايفة ان الطريق ده هيكون اسهل ويقدروا يمشون منه. لكن بيجي الراعي وبيضربها وبيقول لها هو انت اللي هتقولي لي هقود الطريق ازاي؟ وفي حياتك انت مش هتكوني زوجة ليا خالص. وهنا سيلا بتتضايق وبتتعصب منه لانه ضرب اختها، وبتعرف ان هي كانت غلطانة لانها كانت بتصدق كل الكلام اللي بيقوله. وبعدين بيوصلوا للمكان اللي بيكون فيه بحيرة، وبيقول لهم الراعي ان هو ده المكان اللي هتعيشوا فيه. وبالليل وهم قاعدين تمارا بتسأل واحدة من الأمهات لو تحب تعمل لهم أكل، فبترد عليها واحدة من الأمهات وتقول لها إن الأمهات كلهم صايمين لأن في الصباح الباكر هنولد من جديد. وطبعا البنات ما بيكونوش فاهمين قصدها إيه. وبعد كده بنشوف سيلا بتكون عاملة اجتماع للبنات وبتقول لهم إن الراعي ده شخص ظالم وما بيهموش غير نفسه، وعايزنا بس نبقى خدامين عنده، وهو ما بيحميناش من حاجة بس مخلينا آلة في إيديه. وبيكونوا البنات كلهم خايفين للراعي يكون سامع الكلام بتاع سيلا. وتاني يوم بيصحوا البنات من النوم وبيبدأوا يدوروا على أمهاتهم، لكن أمهاتهم بيكونوا مختفين خالص. وبيروحوا كلهم عند البحيرة وبيشوفوا هدوم أمهات موجودة على الشط، والراعي قاعد قدام البحيرة. والراعي بيقول لهم ان هو قتل كل زوجاته لانه الاله بيكون عايز كده، وان الامهات اللي ماتوا دول هينولدوا من جديد بعد ما يكفروا عن ذنوبهم. فبيقول لهم كمان ان هم بقوا زوجاته. وبيتكلم سيلا وبيقول لها ان انتي صرتي واحدة من زوجاتي، لكن سيلا في اللحظة دي بتتضايق منه وبتكون متعصبة عليه وبترفضه وتقوله انا عارفاك وعارفة ان انت شخص عادي ومش اله ولا حاجة وانت اصلا مش بتحمينا. فبيضربها وسيلا بترد عليه الضربة جامد. وفجأة البنات يهجموا عليه ويضربوه علشان ينتقموا لأمهاتهم، والشرطة ساعتها بتيجي وبتلاقي جثث الزوجات مرمية على المية. وسيلا بتبقى هي قائدة القبيلة وبتقرر ان هي هتحمي اخواتها وبيعيشوا حياة طبيعية وحلوة وسعيدة. وبتنتهي قصة الفيلم على كده.